معلقة واحدة بس هتخلي الطاجن ده في حتة تانية خالص. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. اول حاجة انا جبت الحلة بتاعتي ونزلت بمعلقة حلوة كده كبيرة من السمنة تسخن، وانزل بقى بصوا ده كده حوالي كيلو الا ربع لحمة مقطعاها مكعبات كده صغيرة بالشكل دوت. دي يا بنات قطعية من اللي حوالين الفليتو، فدسمة شوية فبتبقى حلوة جدا في الطواجن. انزل بقى فيها بالشكل ده، ما تحطهاش فوق بعضها، واديها بقى افضل كده اقلب فيها لغايه ما كلها تاخد لون. انا مش عايزه اديها تحميره، انا بس عايزه لونها يتغير بالشكل ده. اديها تقليبه حلوه كده مع السمنه، وانزل بقى ببصلايه كده، بصلتين كبار مقطعين مكعبات، مقطعين شرايح زي ما تحبي، ونزلت عليهم بمعلقه صغيره من السكر عشان خاطر ايه اكرمل البصلايه بتاعتي بالشكل ده كده، واديها تقليبه حلوه قوي لغايه ما لون البصل بتاعي يتغير بالشكل ده. وانزل بقى عليهم بالبهارات بتاعتي، نزلت بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وعليهم ورقتين لوري، وكان فص كده حبهان، وعليهم ربع معلقه صغيره من البهارات المشكله. انا ما بحبش اكتر البهارات كتير قوي في اللحمه عشان ما تضيعليش طعمها. اديها تقليبه حلوه كده مع البهارات عشان تنكه لي طعم اللحمه بتاعتي بالشكل ده. واكون بقى محضره 3 4 فصوص توم، بس فتحاهم شقاهم يا بنات كده او دقاهم، انزل بيهم على اللحمه واديها تقليبه بتدي بصوا ريحه حلوه جدا للحمه. اقلبهم بقى كده مع بعض دقيقه كده يا بنات، وانزل بقى اكون مقطعه عندي فلفل الوان ومعاهم فلفل حامي. طبعا زي ما انت تحبي، لو ما عندكيش الوان خالص استخدمي الحامي بس او الرومي بس، الاخضر براحتك. انا هنا كنت عامله كده ميكس كده حلو قوي، نزلت بيه على اللحمه بتاعتي واقلبها بقى تقليبه حلوه. وكنت مقطعه 3 طماطميات كده عاملاهم برضو مكعبات، طبعا التقطيعه دي براحتك يعني. انزل بيهم بالشكل ده واديله تقليبه. كل ده يا بنات ورا بعض، انا مش هخليها على النار كتير عشان خاطر الخضار عندي ما يتهريش. ونزلت كده بعصير نص ليمونه، عاوزه اقول لكم بتدي مزازه حلوه جدا. والمعلقه بقى الخطيره اللي بتودي طعمها في حته تاني خالص، معلقه كبيره من دبس الرمان. عاوزه اقول لكم يا بنات بتدي طعم خطير، بيتغير طعم الطاجن خالص. ونزلت بقى بالملح بتاعي، انا هنا حطيت معلقه صغيره من الملح. طبعا الملح ده زي ما انتوا تحبوا بقى، يعني ظبطي انتي على ذوقك. ونزلت يعني غطيت اللحمه بالمنظر ده، هتشوفوا دلوقتي يعني ما تكونش معدياها قوي، تبقى قبلها بحاجات بسيطه. غطيتها بالميه المغليه بس كده يا بنات. هغطيها بقى وهسيبها بس تغلي 5 دقايق بالشكل ده. انا مش عايزه اخليها تغلي كتير او اسويها على البوتاجاز عشان البصل بتاعي ما يتهريش خالص والخضار ما يتهريش، انا عايزاه زي ما هو. بس فضيته بقى في الطاجن بتاعي وهغطيه بورق فويل. لو عندك ورق زبده الاول غطيه، بس انا ما كانش عندي فغطيت على طول بورق الفويل. وهنا بقى انا كنت مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره، هتقعد معانا يعني من ساعه لربع ساعه كده يا بنات. وبعد كده نشيل ورق الفويل ونشغل الشوايه عليها شويه، وهتطلع معاكم بقى، يطلع معاكم طاجن خطير. شايفين شكله عامل ازاي؟ وشويه صوص فيها تحفه، واللحمه هتطلع معاكي دايبه وخطيره. عاوزه اقول لكم يا بنات الطريقه دي تحفه، ومعلقه دبس الرمان وديته في حته تانية خالص، والخضار اللي فيه ما تهراش وطعمه كان خطير بجد يا بنات. حلو جدا، اعملوه هيعجبكم، هيعجب ولادكم جدا. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم وبألف هنا.